نشوف الصور مشاهدينا الكرام. إذا أشرف حكيمي ما يستحق الكرة الذهبية، مين يستحق الكرة الذهبية؟ تتكلم عن واحد من أميز اللاعبين على مستوى العالم، سجل في الليغا، البوندس ليغا، في السيري ألف والليغا 1، سجل في كأس ألمانيا، سجل في كأس فرنسا، سجل في دوري أبطال أوروبا، سجل في كأس العالم للأندية، سجل في 8 منافسات للأندية من أصل 12 في مسيرته. هذا أعتقد من أفضل اللعيبة على مستوى العالم. تتكلم عن أشرف حكيمي، قيمة فنية كبيرة. أعتقد أبو خليفة واحد من اللاعبين المميزين. أشرف حكيمي قيمة فنية، أداء ثابت، استمرارية في الأداء مع الفريق أو المنتخب، قيادي. أشرف حكيمي حتى يعني دخل تاريخ يعني الشامبيونز ليج بالنسبة للعرب، أول لاعب عربي يحقق البطولة هذه مرتين، حققها مع ريال مدريد وحققها مع البي اس جي. فهذا لاعب صراحة مؤثر جدا، وحتى لما تشوف غيابه أيضا غيابه مؤثر سواء مع المنتخب أو مع باريس سان جيرمان. فلاعب حقيقة يعني لازم، بس مشكلة الجائزة هذه ما لها معايير، هذه المشكلة، ودائما تبحث ما تروح للعرب كذا، وما تروح ما تروح لللاعب اللي يستحقه، يعني اللاعب المؤثر، تروح للاعب اللي الأفضل تسويقيا، الأفضل يعني جماهيريا، دائما تروح لهذا. كم من الجوائز راحت لغير مستحقيها، واكثر واحد يمكن كان يستحقها انيستا راحت لليونيل ميسي في سنه من السنوات، يمكن 2017 يعني. صحيح، خذ الكاس العالم، فاز وسجل في نهائي كاس العالم، وكان عامل يعني موسم استثنائي مع ناديه. فكثير من الجوائز هاي جوائز ما لها معايير، تعتمد على التصويت. اكيد. تفرجت نتصور البارح في مباراه ريال مدريد باريس سان جيرمان، نتصور الكل طبعا. لوليا دكتور لا ما تفرجتش، هيجور لا ناورز لا تفرجت. كان انت وسيد العميد؟ انا وسيد العميد. ديجا الصباح قال لي الريال حبيت تخسر اكثر. هو مدريد يحب مغشش عليهم. لا خاطر بالحق الظاهر توا ضرب بالكشف. تو وقت او عليه وقت باريس سان جيرمان جاب ميسي ونيمار وداشكول مع بعض. شنو اسمه الفريق؟ باريس سان جيرمان. توا قلتها بالعربية باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. سيد العميد يقول بي اس جي. بي اس جي لا باريس سان جيرمان. بي اس جي. على كل حال وقت اللي جابوا حطوا لم الرماسيم تاع اسامي كبيره، ما عملوا حتى شيء. يعني وقت نيمار وميسي وتراشكول كل مع بعضهم، وقت لا كونوا فريق معناها متناسق وما فيش ديفيدات، رغم اللي فما ربما حكيمي شويه ديمبيلي لكن ودوي، لكن الفريق متكامل ويلعبوا في كرة سهلة ممتنعة. الكرة تجري مش هم اللي يجريوا، تفرجوا مليح مليح والله. درس في كرة القدم، رغم أني نحب ريال مدريد لكن المرة دي أخطأوا لأنه باقي يلعبوا بالأساس. لأنه سيد العميد تو سامبلومون كرة القدم رياضة جماعية بالأساس. ومهما كان عندك لاعبين في الفريق نتاعك عندهم إمكانيات كبيرة، حتى كان أفضل 11 عندك في العالم، إذا كان ما تخلقش تجانس بيناتهم وما تخلقش لعب جماعي بيناتهم، مستحيل تربح حتى فريق أقل منك فرديا. بالتالي راهو ديما كرة القدم لعبة جماعية. جوست الإمكانيات الفنية تنجم تسهل لك في بعض الحاجات فقط. نحكيو على الصحافة الإسبانية اللي الحقيقة البارح بعد المباراة، تعرفوا التوقيت كيف احنا كيما الأوروب، دونك حتى النشر نتاع الصحف والكل البارح نصور حتى اللي تيتر تحطوا في آخر وقت باش يصدروا اليوم الصباح. مثلا صحيفة آسا الإسبانية تحكي، أنا باش نحكي ديما بالمترجم بالعربية، تقول لم تكن أمسيته الكبيرة ولم يكن أبدا قريبا منها. وصل للولايات المتحدة الأمريكية برغبة الدخول لسباق البالون دور، لا أحد يتحدث عنه اليوم. على شكون تحكي الصحيفة؟ على كيليان مبابي، لأنه كان ما شاركش في المقابلات الأولى في المونديال بسبب الإصابة، ثم لعب وسجل هدف وحيد وما ظهرش بالوجه اللي ربما ريال مدريد كان يستحقه، خاصة في مقابلات كيما الدور هذا، لأنه أدوار مهمة كيما هكا لازم يكون عندك لاعب اللي يحاول معناها يكون في المستوى. كيف زاد مثلا صحيفة ماركا الإسبانية حكيت على أنه ريال مدريد فلت ربما على روحه أنه يتوج باللقب هذايا كأول نسخة ويكون هو فريق يكتب التاريخ من جديد. وأيضا ماركا أيضا تقول أنه باريس سان جيرمان قادر اليوم أنه يكتب التاريخ في ظرف أقل من شهر تقريبا، يتوج برابطة الأبطال وبكأس العالم للأندية. فقط نحب نقول حاجة ونختم بها، اليوم كأس العالم للأندية برشا فلوس،
برشا تنظيم الفيفا تحب تنجح المسابقه هذه، لكن فما حاجه خايبه برشا واللي لازم الولايات المتحده الامريكيه تلقى فيها حل، هي الطقس. لانه مقابلات كيما البارح ماتش تاجل بربع ساعه في دومي فينال، عالم كامل يستنى، بخلاف المقابلات اللي تاجلوا قبل، فمقابلات وقفت. عندك كاس عالم المنتخبات ب 48 العام الجاي مش ب 32. دونك اكثر ملاعب باش تكون اكثر مشاكل، اكثر عدد جماهير ببرشا. مانيش عارف الفيفا يبدو انه سماح الاموال والفلوس والمرابيح والاستثمارات بين الفيفا وترامب تخلي الامور تخرج على الرياضي. صحيت. لكن اليوم زاد لازم نحافظوا على حاجه على سلامه اللاعبين، وخاصه سلامه الجماهير اللي باش تحضر العام الجاي في كاس العالم. راهو كذا كان باش تكون نسخه فاشله، راهي باش تكون وسمه عار على الولايات المتحده الامريكيه طيله سنوات وسنوات. وباش تاكد، انا متاكد باش تزيد تاكد النسخه جايه من كاس العالم انه نسخه قطر 2022 هي الافضل في السنوات الاخيره. وتو ترجعوا للكلام وتو تاكدوا من الشيء هذا العام الجاي ان شاء الله. نسخه قطر ستكون الافضل. الدكتور والله شوف، انا نحب نرجع للبطوله التونسيه واللي الماتشات في القايله في اوسو مصيفه نتاع القايله، والله حتى من الحرام حرام. معناتها المشكله الاضواء الكاشفه، اخي الاضواء الكاشفه هذا صاروخ خارج ماشي باش خارج ساتيليت، ولا اللبانه عندنا 10 سنين ونحن نسمعوا الاضواء الكاشفه. الاضواء الكاشفه مش وقايف باش نلقاو في حل، والناس تولي تلعب داخل العشيه ولا في الليل ماتشوات 4 بطولات. اخي علاش تحب تونسي انت مثلا ناخذ الديربي مثلا كي دران 50,000 ولا 60,000 متفرج اذا كان بزوج جماهير، هذه مشكله اخرى. علاش مش عباد تمشي تخدم ومن بعد تفرج في الكوره؟ علاش يلزموا يفصع من خدمته ويلزم من 10 شهور اذا كان شفتوه بالاربعه وسط جامعه ولا حاجه كي به الاستاد نون هومولوجي. الواقع تاع الرياضه وكره القدم التونسيه استاد المنزه تشوف الحكايه سوسه اي سوسه كيفاش بناوه عاودوه استاد سوسه عاودوه هاجر عاودوه بالغلط. فما بلايص كي تقعد فيهم يبدو الناس قاعدين قدامك يغطيوا عليك الرؤيه. دونك ديجا التصميم من المقاول ماهوش صحيح. معناها ما نحب نفهم المحاسبه ويني في لا المحاسبه موجوده بالنسبه للملعب سوسه. فما توا اكثر من 10 ايقافات بالنسبه للمقاولين وكذلك حتى المهندسين اللي وقفوا على الملعب. راهو القضيه اخذت على محمل كثير من الجد وموجوده توا امام القضاء ايقافات كبيره برشا صارت بارابور الملعب. تشهيد دونك بلا نحب نقول كلمه، هو جبد على الجماهير بربي. رانا من 2011 عملنا ثوره، اليوم 2025 14 سنه وقايت باش نرجعوا نلعب بزوج جماهير. ما قلناش عبدي ورادس 30,000 من هنا و30,000 من غادي، ما يسالش. نبداو بشويه بشويه. مثلا ديربي نلعبوا 15,000 من هنا 15,000 من غادي. نلعبوا بجمهور كامل. ما في ملاعب صغار. الامن كان يامن قبل ما ثم حتى مشكل. شنو هي البدعه هذه ولات؟ شنو هي البدعه؟ كنا قبل نمشيو للمنزه ونمشيو للرادس واستاد يبدا معبي وما ثماش مشاكل. امن يبدا واقف. نعطيك اكزومبل، نعطيك دوز اكزومبل. راهو تامين المنزه اللي هو اصعب من تامين رادس لازم تعرف. لا هو في حي سكني ومتروات وناس وتخدم وكل شيء. شوف الحقيقه خلينا نتكلم، وانا نحب نتكلم بصراحه. انا ما نحبش شوف جاي عندي قليل نحب نتكلم بصراحه. لا يلا الحقيقه شوف عندنا سنين عندنا سنوات نحكي وديما نقولوا التامين كما كان يحكي الدكتور وغير. شوف كي نحبوا نامنوا ولا نجموا نامنوا. نعطيك دوز اكزومبل. يعني الاكزومبل الاول الاتحاد الافريقي لكره القدم كي يفرض علينا في دور نصف نهائي ولا في دور المجموعات، خاصة كالترجي مثلا تعرض فريق عربي الاهلي المصري، يفرض عليك انك تلعب ضد جماهير وتلتزم انت كدولة تونسية وتامن وما يصير حتى شيء ولا باس. اكزومبل ثاني في تونس نهائي كاس تونس لكرة القدم، تعرفوا المقابلات كل بطولة كاس تلعب جمهور واحد، لكن نهائي الكاس ديما اجباريا لازم يتلعب بزوج جماهير، وكل عام مهما كان اسماء الزوج فرق يتلعب بزوج جماهير. شفنا النادي البنزرت الملعب التونسي، شفنا الترجي الاولمبي البيج، شفنا الموسم الفارط فينال تاع الكوب بين الترجي والملعب التونسي فينال اللي فات تلعب بالزوز جماهير وكانت الامور عاديه جدا، تم تامين دون مشاكل. شفنا كل عام 2016 جمهور ديربي فينال كوب الافريقي والترجي وتلعب بالزوز جماهير ولا باس. دونك راهو كي نحبوا نامنوا رانا نامنوا ما يصير شيء، ما عادش تقولوا لنا مشكله التامين والكل هذا الكل. امبارح اتكلم مع دكتور قحبيش طلبت منهم يزينا من هاو الفرق عملوا والترجي والكلوب والمرسى ودرا شنو. لا 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 هذاك باش نواصلوا فيه، لكن باش نعملوا تو الحلو ملفات كبرى بالحق
المشاكل الحقيقيه نتاع كره القدم ونعملوا الكونستا ونجيبوا الاقتراحات. يزينا من هذا يلعب وذاك اربيتر وترشنيه يزي منها ما توصل حتى البقعه. توا العام الجديد باش نحلوا ونحطوا الدوسيات المشاكل الحقيقيه باش نقولوها بكل شجاعه. خلي يغضبوا ولا خلي خاطر جاء وقته. شنو كل عام نلككوا في نفس الكلام، الاستادات هما والمشاكل هما وماشي تتعمق. لازم توا شكون يجي يحل المشاكل بكل شجاعه ويحطها فوق الطاوله ويجيبوا الناس تقترح ويجيبوا اهل الذكر تقترح. هذا ايش باش نعملوا العام الجاي. ونتبعوا الاوروب ما يسالش راه في الامور هذوما التنظيميه والردع، خاصه الردع. تبعوا الاوروب. في الاوروب تعمل حاجه بنور لابونمون نتاعك مثلا تتمنع من ستاد 6 اشهر عام غير ومرجع تجي تدخل يقول لك باسمك برا امشي روح عادي معناه. واضح. باهي دكتور نكملوا الى 10 جوست على البي اس جي والريال. هذا معناتها ما ننساوش اللي البي اس جي هي اللي هز الشامبيونز ليج معناتها وافيه اون فورم والريال ماهيش اون فورم. في شهر بتهز القاب. هذا واحد. اثنين راهو هذا سي اون بريباراسيون دافون سيزون في الاخر معناتها يحضروا في السيزون تاعهم. عندهم بالنسبه لي فودات مبابي يظل مبابي بوم هو خرج من البي اس جي والبي اس جي مي توجور ايتيل راهو لي ستار ولي فودات. ناخذوا ليكزومبل تاع ايطاليا هزت كوب دو موند جماعي كل تلعب بون بلوك و10 التالي وكذا وفما اون ستار كيما روبرتو باجو ولا الكسندرو ديل بيرو يا خويا في لا ديفيرونس. فهمت معناتها هكا وهكا ما ثماش اون روسيت ماجيك معناتها. واضح. شكرا لكم. شكرا هاني. شكرا دكتور. احنا راجعين في ناس الديوان متواصل من توا حتى النصف نهار. اخبارنا على ديوان FM صوتكم. مرحبا. يا مع فلتة.